شنو هالعائلة أنا ما مرت علي. نقيب في وزارة الداخلية اخته والسبب المخدرات. الله يلعن كل من استخدم هذه الآفة القذرة اللي ودرت مو بس أشخاص بل عائلات ومجتمعات. اللقاء الصحفي اللي كان فيه معالي وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف واللي تكلم فيه في جريمة اللي والله العظيم ما أدري شنو أقول عنها. أبيكم بس تتخيلون معاي هذه الجريمة يعني تمت في بداية أو يناير 2022 وتو الحين اكتشفوها، أي ما يقارب ال4 سنوات وخير. والفعل اللي أنا الحين قلت عليها نقيب مع الأسف عندنا في وزارة الداخلية قتل أخته بشهر 1 22، إحنا آخر 25. وخلال هذه ال4 سنوات لا الأبو اشتكى ولا الأم ولا الخوات ولا الإخوان ولا الزوج، لكن لا أبو لا أم لا 3 إخوان لا 3 خوات ولا ريل بلغ. لكن كان في طفل اللي هو ابن المقدورة كان يسأل أمي وين؟ من 4 سنين الولد يسأل أمي وينها، ما انهز قلب واحد قال خلونا نشوف الأم وينها. ولا أحد تحرك، وهذا على كلام وزير الداخلية. وما أقول إلا الله يلعن هذه العائلة اللي هو قال، وأنا ما أوافق الرأي بصراحة الشيخ فهد اليوسف، هو قال هذين أنا ما أسميهم كويتيين، هذين ما يشرفون يكونوا كويتيين. أنا أغلطه وأقول هذين ما يكونون بشر أصلا، وألف لعنة على من يستخدم هذه الآفة الوسخة. الله العظيم إنه ودي أقول كلام بس بشاعة المنظر تكفي. نقول إلا مشكورين وزارة الداخلية، ومشكور لأي شخص يحاول يدعم موضوع انه يوقف المخدرات او يتكلم عن سلبياتها. والله يعين الولد ويصبر قلبه المسكين. بس هذا اللي اقدر، ما في كلام واحد يقول.